السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض حواوشي بلدي بطريقة سهلة وجميلة جدًا، وهاقول لكم بيتعمل إزاي بالضبط إن شاء الله في محلات الكبابجي وكده. شايفين جميل إزاي؟ لو متابعينّي على الفيسبوك اعملوا شير كتير، ولو على اليوتيوب اعملوا لايك واشتركوا في القناة. يالّا نشوف عملنا إيه. معايا كيلو من اللحمة المفرومة، واللحمة لازم يكون فيها نسبة دسم، يعني حوالي 25% من اللحمة يبقى دهون، واللحمة يا ريت تكون صغيرة شوية عشان ما تاخدش سِوَى كتير. هنفرم كلّه مع بعض كويس جدًا وننعّمها، تمام. ومعايا كمان حوالي كيلو إلا ربع من البصل المفروم برضه، لازم كمية البصل تكون كتير في الحواوشي، دي أول تركاية، تمام. معايا كمان حوالي نُص كيلو من الفلفل، برضه الفلفل لازم يكون كتير، معايا فلفل أحمر وفلفل رومي وفلفل حامي، اللي عايز يستغنى عن الفلفل الحامي أوكي ماشي ما فيش مشكلة، تمام، بس لازم نسبة الفلفل تكون كتير زي ما أنتم شايفين كده. معايا كمان حوالي معلقتين كده كبار من البقدونس المفروم وفصين بس من التوم، عايزة تستغني عن البقدونس برضه ما فيش مشكلة، تمام. معايا كمان ملح حوالي معلقة كبيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من التوم البودرة والبصل البودرة والفلفل الأسود والبهارات المشكلة. هاحط بقى كل الحاجات دي كده مع بعض، تمام. التوم فصين التوم والبقدونس والفلفل، وكمان هاحط كل التوابل اللي عندي، وهاحط البصل، وهابتدي أدمج الحاجات دي كويس مع بعض أوي الأول، يعني هافضل أفرك فيهم كده بإيدي وأدمجهم مع بعض كويس جدًا. هاحط كمان دلوقتي كيس من بهارات الحواوشي بيتباع جاهز كده، أو ممكن تجيبي من عند العطار بهارات حواوشي سايبة، بتدّي طعم برضه حلو وجميل، لو متوفرة. لو مش متوفرة خلاص هنكتفي بالبهارات اللي إحنا حطيناها. هادعكهم برضه مع بعض حلو أوي، وبعدين هانزل بقى باللحمة المفرومة بتاعتي بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، وهابتدي بقى أعجن حلو جدًا في المرحلة دي. لازم نعجن كويس أوي وندمجهم مع بعض. خلاص بعد ما خلّصت لازم تسيبيها ساعة على الأقل في التلاجة، تمام. بس طبعًا عشان أنا باصوّر فهاعمل على طول، إنما الأفضل إنِّك العجينة دي سواء حواوشي أو كفتة لازم تسيبيها في التلاجة حوالي ساعة، بتبقى طعمها أحلى بكتير. هاجيب عندي بقى ده العيش بتاع الحواوشي، ممكن بتقولي لبتاع الفرن عايزة عيش حواوشي بيخلّيه سمكه تخين شوية ولونه فاتح، أو أنتِ تجيبي عيش يكون لونه فاتح شوية يعني ما يكونش غامق عشان يستحمل معاكِ السِوَى في الفرن. هاخد بقى قطعة كده من اللحمة وهاكوّرها في إيدي عشان أحاول إن أنا أخلّي الحجم كلّه بتاع الأرغفة يبقى زي بعضه. هاحطها جوّه رغيف العيش، هاكون فاتحاه فتحة صغيّرة زي ما أنتم شايفين كده، وهابطّطه جوّه بالشكل ده. عايزة كمية اللحمة كتير أو قليل ده يرجع لِك أنتِ زي ما تحبّي. شايفين السُمك ده حلو جدًا لإن هي اللحمة كمان في الفرن بتعلى شوية، تمام. هاخلّص بقى الكمية اللي عندي كلّها بالشكل ده، والموضوع سهل جدًا وبسيط وسريع كمان. بعد ما خلّصت الكمية كلّها زي ما أنتم شايفين كده، هاجيب بقى عندي حاجة من حاجة من الاتنين، يا إمّا سمنة، يا إمّا دهون، الدهن اللي هو بتاع الجاموسي أو البقري، بنجيبه نسيّحه وبتطلع منّه السمنة، نصفّيه وناخده ندهن بيه العيش بتاعنا زي ما أنتم شايفين كده، أو ندهنه بسمنة، يبقى دهن أو سمنة، بلاش زيت عشان الزيت بينشّف العيش أوي، بيخلّيه محجّر ويعني ما بيبقاش حلو. السمنة بتخلّيه مقرمش قرمشة خفيفة جميلة كده من برّه، وفي نفس الوقت بيبقى طري وحلو من جوّه، تمام. هاخلّص بقى الكمية كلّها عندي بالشكل ده، وحاجة من الاتنين، يا إمّا هاسوّيه على النار من فوق في طاسة كده، هناخد رغيف، رغيف ونسوّيه ونقلبه، يا إمّا نحطّه في الفرن زي ما أنتم شايفين كده، نرصه في صاج ونحطّه في الفرن، وبعد ما ياخد لون حلو من الناحية اللي تحت نقلبه على الناحية التانية، وبس كده ونطلّعه بالشكل ده. طبعًا مش قادرة أقول لكم بقى الريحة عاملة إزاي، الريحة تحفة. لو عايزة تعملي له مثلًا فحماية أو حاجة ما فيش مشكلة زي ما تحبّي.
بياخد اللون ده وبيبقى استوى وحلو جدًا، تمام؟ أهو شايفين اللون ده حلو أوي، ما تغمقيهوش عن كده عشان ما ينشفش منِّك أوي. هاقسم بقى معاكم واحد كده عشان تشوفوا من جوّه كمان استوى وبقى ريحته حلوة جدًا وطعمه حلو أوي، أوي، وأكلة سهلة وسريعة وإن شاء الله هيعجبكم جدًا. هنقدّمه بقى بالشكل ده مع شوية مخلل، شوية سلطة، زي ما تحبوا. أكلة سهلة وسريعة وإن شاء الله هتعجبكم جدًا، جربوه بنفس الطريقة وابعتوا لي التطبيقات بتاعتكم، وكمان قولوا لي أنتم بتتابعوني من أنهي بلد عشان دي حاجة بتفرحني أوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم أو استفدتوا منه أي حاجة، ما تنسوش تدعموني باللايك وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله، مع ألف سلامة.